السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد حسني من قناة بيراميدز زاوي. جاي النهارده نتكلم عن أخبار نادي بيراميدز. أهم الأخبار هو أول خبر، احتمال يا جماعة إنه يتم خصم 3 نقاط من النادي الأهلي وإضافتهم من نادي بيراميدز، واعتباره مهزوم 3-0 من نادي بيراميدز. لأن أنتوا عارفين النادي الأهلي جاب مهاجم جديد وأشركوا على طول في المباراة، وكان ساعة لما اشترك اللاعب ده في المباراة ونزل قدامنا مباراة بيراميدز والأهلي، كان ساعتها على ذمة نادي تاني، كان لسه ما تحولش الورق بتاعه رسميا للنادي الأهلي، فهو لعب اسم نادي تاني، فاحتمال انه الفيفا يدينا ال3 نقاط ويعتبر الاهلي خسران 3-0. طبعا الثلاثة انا مش عارف، حتى في القانون يخلوه خسران 3-0. اتعود عليها الاهلي، بيحبها مننا الثلاثات، بيعشقوها من زمان، هم بيحبوا ياخدوا ال3-0، ما بيحبوش ياخدوا 4 ولا 2 ولا 1، بيحبوا الثلاثات. هيعتبروا طبعا خسران، وهتبقى في مصلحتنا ان شاء الله ناخد ال3 نقاط، وبس وفي انتظار رد الفيفا، واول ما هيرد الفيفا هبلغكم برضه هني. آه، تبعت اللاعبين المعارين، تبعت عبد الرحمن جودة مدافع نادي بيراميدز، معار الحرس الحدود، اوكا معار الحرس الحدود، الاثنين بيأدوا اداء قوي جدا جدا جدا، ممتازين. عبد الرحمن جودة سجل هدف، وكمان في الدفاع بأدي بشكل كويس جدا، صدمني برضو، كنت فاكر ان اللاعب انتهى يعني هيطلع اعاره ومش هيرجع تاني، بامانه الله قلت لاعب يعني طول في نادي بيراميدز وما لعبش وزي كده، بس صدمني مستواه. اوكا برضه صدمني مستواه، بس اوكا عايز له حته لسه فاضله، حته انه الفكر يكون سريع يا اوكا، ما ينفعش انك انت تاخد كوره قدام الجوان تفكر تفكيريا، ما ينفعش. ما ينفعش، هي على طول، لا هتسدد على الجوان لا هتمرر، على طول ما فيش قرار واحد يكون محسوم، لا مرر لا سدد. لكن انت اوكا اخترت انك انت تخش لنص الملعب واتقفلت عليك الزاويه والكره كلها راحت على النادي، لا، كان المفروض انت تسدد، ما هي ما قدامكش حل، واللي شايفك كمدرب هنا هو عارف انه مفيش حل فيها، اكيد يعني ما فيهاش حل، سدد وخلاص. لكن خامته كويسه، ما بيفقدش الكوره كتير، وكار رجليه ثقيله في الملعب. آه، لاعب ذكي. عبد الرحمن جودة مدافع على مستوى كويس جدا، أدى مباراة حلوة جدا جدا. برضو فوزي الحناوي المعار من الاتحاد السكندري، لاعب له مستقبل، افتكر الاسم دي، فوزي الحناوي، افتكره كويس قوي، هيبقى لاعب هيكسر الدنيا في الدوري المصري. لاعب في الرفعيات رهيب، في الفاولات ممتاز، في الركنيات ولا اجمل من كده. لكن تتخيل انه صانع 3 اهداف من 2 من ركنيه واحده من فاول، اسيستات، يعني راجل بيعرف زي الشيبي كده في العرضيات، شفت الشيبي عندك، هو زي الشيبي فوزي الحناوي مع حرس الحدود. برضو خليه تحت نظركم، هيبقى لاعب كويس. عندهم حارس المرمى برضو محمد محمود سيحة تقريبا، محمد سيحة مش فاكر، برضو حارس كويس، حارس رد فعله سريع وكويس برضو. في واحد مش فاكر، كان قال لي منكم انه في حارس تابعه برضو، رحت تبعته. حارس تقريبا الجوني، حارس الجوني، رحت تبعته برضو، لقيته يعني مستواه مش قوي، دخل فيه 4 اهداف من نادي الزمالك. الهدف الاخير ده كان خطأ منه شخصي. لا ده ما ينفعش في نادي بيراميدز يا جماعه. احمد الشناوي كده 15 مره، حتى في الاداء ورد الفعل بتاعه ضعيف، يعني لاعب ما ينفعش، لسه عايز يتمرن اكتر في الدوري المصري. سيحة ده ممتاز، اللي هو بتاع حرس الحدود، حارس مرمى حرس الحدود، ده حارس مرمى ممتاز، بيطلع بيضرب بالبوكس بكل ثبات. ده اللاعب اللي هو عايز له برضه مباراتين ثلاثة يلعب يعني في الدوري الموسم ده سيحي، لما نشوفوه برضه يعني عشان نشوف مستواه في المباراة الجاية ايه نظامه. بتمنى برضو ان احنا نكون موفقين، ويكون حمزة علاء خلص كما الاخبار اللي بيقولوها بره انه حمزة علاء خلص، بتمنى يكون خلص فعلا، لان احنا محتاجين حارس مرمى ومحتاجين مدافع. يا كابتن ممدوح، اذا انا عارف انه المدافعين ما فيش في الدوري، بس ما فيش غير مدافع كويس كله في الدوري، غير بتاع غزل المحلي عمر الجزار، بس اللي انا شايفه كويس، اللي هو مدافع كويس، وربيعة بتاع سموحة، دول مدافعين كويسين، مدافعين على مستوى كويس، اللي هم متأهلوا يلعبوا في فرق كبيرة، بس باقي المدافعين يعني انت عارف شوربة. السميضة برضو مدافع بتاعنا برضو اللي راح غزل المحلة، وانا مصدوم ازاي قاعد دكي، مش عارف ليه، آه، ما فهمتش، حكم يعني، لك ان تتخيل انه غزل المحلة كان بيلعب حكم لو جاي من يسمعها مخلص كورة اساسا، ومقعد سميضة مدافع بيراميدز مقعده دكي. طب ده كان حكم، وكان عمر الجزار اساسا، ده لعب في الرابطه كان عامل مباريات رهيبه، ازاي انت مقعده دكي؟
في حاجات يعني عليها علامة استفهام ما تفهمش، يعني ممكن يكون رأي مدرب بس انا ما فهمتوش، يعني ده مدافع كويس خامته كويس عمره صغير، انما حكم ده خلص كورة يعني من زمان. آه، برضو كابتن ممدوح عيد راح مران النادي النهاردي. تمرين النادي راح فيها الكابتن ممدوح عيد عشان يوصل ارسالي ان انا موجود في النادي وان انا عارف كل كبيره وصغيره. احنا فهمنا رساله من الصور. كمان في صوره في كادر كده لما هجمناها من بعد مباراه الاهلي لما عملنا حلقه وهجمناهم. هجمنا اسامه جلال ورمضان صبحي. نزل رمضان صبحي بيتمرن هو اسامه جلال. اسامه جلال ورمضان صبحي بيتمرن يعني مفيش اصابه. يعني كلامنا كان صح مفيش إصابة. رمضان صبحي ما رضيش يلعب قدام مباراة الأهلي عشان ما يتوترش. عشان ما عشان نفسيته. طب وانا هل انا جايب لاعب مثلا كابتن ممدوح عيد. اول حاجه اللي بعتذر لك ان انا غلطت فيك المره اللي عدت بس ده غصب عني. انا بحب النادي دي. واي حد مهما كان اسمه في مصر او بره مصر هيجي على النادي ده انا هاجي عليه عشان اكون صريح. فحضرتك انت جايب لنا لاعب هيلعب مباريات ومباريات لا. يعني رمضان صبحي مثلا هيجي يقول لي انا مش هلعب مباراه الاهلي خلاص يبقى مصطفى فتحي ما يلعبش مباراه الزمالك ورا اوباما. بكلمك بكل ما انت طول ما مشيتك ده مشيها دي. طب حضرتك لما رمضان صبحي ما يلعبش مباراه الاهلي يبقى مصطفى فتحي مش هيلعب مباراه الزمالك. يبقى احنا كجمهور نيجي نلعب مباراه الاهلي ومباراه الزمالك. ما هو كل واحد في ناديه بيحترمه مش هيلعب قدامه خلاص نلعب احنا كجماهير. عشان اتنين مش مصابين وبيتمرنوا عادي في التدريب. وهيشارك أسامة جلال. احتمال كبير يشارك أسامة جلال هو رمضان صبحي. يا كابتن ممدوح عيد. اللي عايز اقوله لك انا يا راعي ربنا. راعي ربنا عارف يعني ايه يا كابتن ممدوح. يعني يا كابتن ممدوح عيد اشتغل بأمانة. بأمانة انت رئيس النادي انت المسؤول قدامنا كل يوم. وقدام ضميرك في الاخر انك انت اللي ماسك النادي. فما فيش لاعب يعدي فوق النادي ما تخليش حد فوق الشعار. يعني لما واحد يقول لك انا هاخد اجازه عشان انا مش هلعب مباراه الاهلي عشان نفسيتي وانت تقول له يبقى انت خنت النادي لانك انت جايب اللاعب دي في المكانه دي في المستوى دي قدام المباريات دي. يبقى دي خيانه. فاتمنى ان حضرتك تركز معاني. اللعيبه برضو اللي مش بتأدي اللي احنا بنتكلم عليها لازم برضو حضرتك تكون قاعد موجود معانا وشايف. يعني احنا لنا 3 سنين بنقول علي جبر واحمد سامي في الدفاع تعبانين. عملنا حلقات كثيره عملنا كل اللي نقدروا عليه. طب ما فيش حاجه نقدر نعملها تاني. وبنخسر البطولات بسببهم. طب حضرتك ما ردتش عليه. علي جابر ادى 3 مباريات كويسين. ايه يضمن لي انه علي جابر يؤدي لاخر اخر الموسم دي. طب حضرتك لما يؤدي علي جابر لاخر الموسم اجدد له موسم واحد. موسم واحد اجدد له ما اجددلوش حضرتك بتاعت 4 مواسم. اي لاعب عندي كبير في العمر اجدد له بموسم واحد عشان اشوف مستواه. انا ما ينفعش تجديد بتاعت 4 سنين واحنا صوتنا يتنبح هو ضامن نفسه لاعب في النادي غصب ولو دراع النادي لا ما ينفع. اسامه جلال جدد. حضرتك انا عارف ان احنا جددنا لاسامه جلال بس اسامه جلال من سنه العدد ما كان المفروض تجدد له بسنه واحده. عاجبه مع السلامه. لان حضرتك مش بيأدي مصاب. ما هو انا ازاي ادفع فلوسي لواحد نايم. ما ينفع. عارف لو نايم فنيا والمدرب ما رضيش دي حاجه هتختلف. انما لاعب انا محتاجه وعندي مشكله في الخط دي وهو قاعد معي في الخط ده ومش بيأدي وبتصاب لا اغيره اشوف لاعب غيره حتى لو مستواه اللي جاي دي اقل منه بس على الاقل يستمر. النادي عايز استثماري. عايز استثمار على طول. اللاعب ده يستمر يشارك. اللاعب ده يستمر يفضل مشارك. قطة بسم الله ما شاء الله اهو قطة. بسم الله ما شاء الله. ليه لانه راجل. راجل وقطة دي انتوا قاعدين يا جماعة كلكم واديني قاعد انا هيبقى هو اللاعب الوحيد اللي في تاريخ نادي بيراميدز لانه ابن النادي هو ابراهيم عادل هو موت نفسهم في الملعب. انما الباقي لا. الباقي قاعد براحته عاد اللي هدينا الشيبي فوق راسنا من فوق وبنحبك يا شيبي. لان اداك رجولي يا شيبي. بكل امانه. انت اداك رجولي مهند لاشين اداك رجولي. انت برضه في قلبنا من جوا. محمود مرعي احنا بنحبك برضه عشان انت راجل بتلعب برجولي. اللي قد احنا بنشيله فوق راسنا. انما ما يأديش في ستومايلي ده افضل مهاجم شفته انا في مصر. بكل امانه. افضل مهاجم شفته في مصر. انما الباقي اللي النص نص الربع ربع ده ما ينفعناش. مباراتنا قدام الزمالك لازم نكسبها. ما فيش حل تاني لان الزمالك وقف معانا في موضوع التحكيم يا كابتن ممدوح مش عشان سمال لعيوني لا ده عشان يجي يتظلم من الظلم احنا التاني قدام الزمالك لما هو بيضغط الاهلي ويقول لك الاهلي كل حاجه معاه عشان يقولوا له انت اسكت يا زمالك وخد هذه مباراه بيراميدز برضه.
عشان مظلوم لك بيراميدز تاني هني، عشان تبقى واحدة قدام الاهلي وواحدة قدامك انت، مش هتتكلم، هتكلم هنا يعايروا بعض اتنين. فاتمنى ان احنا ندوس ونخلص بدري، وشغل المعاقين بتاع احمد سامي ده والسرحان والمرار ده نبطله. آه برضو كنت اتمنى ان احمد سامي اقسم بالله ياخذ انذار اصفر تاني عشان ما يجيلناش في مباراة الزمالك، لكن نصيب هذا. غاب واحد، غايب مروان حمدي واحمد الشناوي واحمد توفيق وكريم حافظ. كنت اتمنى والله كريم حافظ يقعد وانت تاخذ انذار احمد سامي وتريحنا يا شيخ من المرار اللي بشوفه معاك انا في الملعب ده، في عدم التمركزات الصح واخطائك الفادحي وكسلك في الرجوع والتغطية على مكانك بعد ما تطلع. يا احمد يا سامي، مش كل واحد يجيب هدف يبقى هو الهداف. يعني انت لما تطلع تفرحني انا تجيب لي هدف واخسر بسببك، انا هشيلك الليله كلها، الليله كلها شيلك. انت قال مدافع ما تطلعليش يا باشا بعد نص الملعب. ما ينفعش انا اشوف محمد حمدي هو معي دافع وانت بسم الله ما شاء الله قلب مدافع في نص الملعب، ما ينفعش. التمركزات تفضل في مكانك يا باشا، تزيد مع الزياده زي علي جابر على خط واحد انتوا اثنين، انما انت تسرح لي في الملعب ما ينفعش، واخسر انا ما ينفعش. مش هتقبل النتيجه بتاعت الزمالك انه الزمالك يتعادل معايا، انا مش هتقبلها. مش هتقبل نتيجه انه الزمالك يكسبني. ليه؟ لاني انا فنان ابلعه، الف ب ابلعوا واقسم بالله بيراميدز قدام الزمالك يكسبوا 5-0 مرتاح. مرتاح، سيبك من الاربعه اللي فاز الزمالك ده، فريق عاجز مع مدرب واحد تعبان. والله الجونه معه مدرب تعبان. ده اول اللي بدا ضغط على عبد الله السعيد. اساسا انت ضغطت على عبد الله السعيد توفى الزمالك في الملعب، لان عبد الله السعيد الرئتين بتوع الزمالك. طب ما ضغطش، عارف عمل ايه؟ وقف في المناطق. طب وقف في المناطق ده عبد الله السعيد اساسا مش مقدر يجري، عايز الكوره هنا ووقف بس. وهيخنقك عبد الله السعيد لو وقف هنا، هيعمل لك تمريره من خلف الخطوط في ثانيه، تسديده هدف. انت بتتكلم مع واحد قضى نص حياته هناك قدام خط مرمى، هو عبد الله السعيد. فهيعمل عنده حلول كثير. فانا ما يهددنيش انه فاز اربعه، لا انا اكسبه ثلاثه واكسب اربعه وتنتهي المباراه بالطريقه دي. ما تنتهيش المباراه باحمد سامي واخذ لي كارت احمر، تنتهيش المباراه دي. ما تنتهيش المباراه بعلي جابر واخذ لي طارد، تنتهيش. ما تنتهيليش المباراه بمعجزه واوبا دونجا ولد النادي اللي طلع من النادي سجل فينا واو ويعمل لي وش كده. ما تنتهيش كده، لان الدونجا دي اقسم بدين الله دونجا يا جماعي مستواه زي مين؟ زي مين يا واد احمد؟ زي مين؟ محمد رضا بوبو معاني. شوف محمد رضا بوبو هو لاعب، محمد رضا بوبو امكانيات اكبر من دونجا بكثير، بس اقسم بالله في نفس مستوى هزلي. تعبان دونجي، متوفي دونجا في الملعب. ما فيش دونجا، بس ما يجيش قدام انا يخبطني بكره ويسجل فاي، ما ينفعش. انا اخش قدام الزمالك اكسبه 3-4 مرتاح. انا نفسي اللعيبه تحس ان الفريق دي فريق كبير، مش تخش لي قدام الزمالك كان انت فريق ناشئين داخل قبل. لا يا عم، المسؤولين اللي يطلع كابتن ممدوح عيد اللي يطلع يتكلم في الاعلام يتكلموا برجوله، يبقوش زي الحريم يقول لك اصل احنا نادي طالع لنا احو بلا 3 سنين بلا 4 سنين. انت نادي طالع يا حبيبي كبير، انت نادي زيك زي الاهلي والزمالك بتنافس كده. ما ينفعش مسؤول عندنا زي هاني سعيد يطلع لي في القنوات يقول لي بيراميدز لسه برضه بيراميدز بينافس لسه ولسه بيعمل اسمه ولسه. لا يا عم، انا راسي براسهم. انا فريق كبير زي الزمالك، ما ينفعش يطلع لي مثلا انا سعيد يقول لي الزمالك اكبر من بيراميدز. لا يا حبيبي، انا بنافس هو بينافس. البطولات دي بتسيبك، دي اراء الجماهير. انا كاداره انا نادي منافس قدام نادي منافس. ما ليه بكره هاني سعيد؟ انا بكرهه من تصريحاته هو الثاني ده محمود فتح الله دي. يعني نروح فين احنا قدام الزمالك ده النادي كبير ويدوسوا على اسم النادي. ليه؟ عشان ناس متزملكه، ناس متزملكه خايفين على النادي هناك بيقبضوا من هنا ويوكلوا عيالهم من هنا. اهو اتكلم هاني سعيد، تعالى قدام مباراة الزمالك شوف من بوقته مش هينطق قدام مباراة الزمالك. الله عادي. انا عايز ناس تحب النادي، عايز ناس تخاف على النادي، عايز ناس تفهم في عقليتها من جوا انه الشعار ده هو الموكله وشربه. بس الشعار ده موكله وشربه. جبت انا احمد فتحي ودفعت فيه 45 مليون جنيه، وجاني احمد فتحي اداؤه زي الزفت، بسم الله الرحمن الرحيم، زي الزفت في الملعب. وطلع احمد فتحي في البرامج يقول لا انا بشجع الاهلي والجماهير الاهلي وبيراميدز كان مرحله في حياتي ومش عارف ايه. يا احمد يا فتحي، يا احمد يا فتحي، ده احنا كنا نقول عليك انك انت راجل يعني مؤمن وراجل ملتزم وراجل حقاني وراجل. انت واخد من بيراميدز فوق ال 50 مليون جنيه. احمد يا فتحي تطلع تقول علينا كدي واخد 50 مليون جنيه؟
تطلع تتمسح اخر حاجه كنت اتوقعها. عارف لو انت تقول انا بشجع الاهلي عادي عندي، انما تتمسح قوي حتى انك انت تيجي على النادي اللي كان شايلك. ما كنتش تلعب عشان كان مستواك زي الزفت يا احمد فتحي، ما تحسسنيش انك انت مارادونا، ده انت كنت تعبان في الملعب يا راجل، كنت بتحزق في الملعب. فما تحسسناش انك انت كنت مارادونا، عشان احنا شفنا وعملنا الفيديوهات، وعندي فيديو كامل ليك يا احمد فتحي. فبلاش بلاش شغل الرسم دي. ويا ريت برضو القنوات اللي ان تايم سبورت لما تجيب حد يحللني، تجيب حد يكون صح يعني بيفهم كوره محايد، ما تجيبلناش احمد فتحي ان هو لعب في النادي ان هو خلاص زي وجهتكم ببيراميدز. لا، مش وجهتنا ببيراميدز، احنا في وجهتنا ببيراميدز انظف من كده بكثير. اتمنى كده، اتمنى يا كابتن ممدوح عيد انك انت تريحنا من هاني سعيد، لان احنا من هاني سعيد وصلت لهني. في 100 واحد غير هاني سعيد يشتغل في النادي، 100 واحد. شوف جيب جده راجل في الملعب، واقف على رجليه في الملعب، مستني خايف على النادي، خايف على الشعار، خايف على النادي بياكل منه عياش. راجل محترم اشيله فوق راسي جده انا. حتى لو طلع في الاعلام وقال انا بشجع الاهلي برضه على قلبي زي العسل. ليه؟ لانه هو مدي لي شغله. انما ده راجل مدي الشغل، ده هاني سعيد ده بتاع حنكشات وبنكشات. اتمنى تريحنا منه يا كابتن ممدوح عيد، وسيبك من اللي ينتقدك. احنا شايفينك انت احسن رئيس احسن اداري في مصر كلي، بكل امانه احنا شايفينك كده. احنا دايما واقفين معاك، لانك انت لما جيت استلمت النادي بعد ما مشى المستشار تركي الشيخ، استلمتش نادي اساسا عشان كله صراحه، استلمت نادي جايب لك شويه لعيبه قدام خالصين كلهم كوره، وانت فرمت النادي كله ورجعت بناء تاسيسه تاني. ودي حاجه تحسب لك، ودي حاجه في تاريخ النادي دي هتتذكر باسمك انت. وانت هتكون اسطوره، انك انت اول اداري حقق بطوله في النادي. دي جات في تاريخك انت. حتى لو دروك انت ما حسيتش بقيمتها، هتحس بعدها قدام لما النادي ده يكمل في المستقبل. وت... وطبعا بتمنى لك العمر الطويل طبعا، وتبطل زي كده وتتفرج وتشوف ان النادي بيجي له قاعده جماهيريه كبيره، وبقت في ناس تجيب سيرتك وتتذكر في الاعلام انك انت اول واحد حقق بطوله، هتحس بالكلام دي. بتمنى بس انك انت حضرتك ما تسيبش اللعيبه كده ولد الدنيا زي ما هي ماشيه كده، لازم تضغط عليهم. رمضان صبحي لازم الموسم ده خد منه 100%، ما خدتش 100% يبقى بارك الله فيك، نفسخ التعاقد يا عم، انت تروح في طريق واحنا نروح في طريق. اي لاعب هيشارك حضرتك يا كابتن يا كابتن ممدوح عيد، انا اللاعب اللي بيشارك معايا في الموسم ده كله ما ادانيش مستوى، مع السلامه. مع السلامة. موسميا استنى على اللاعب موسميا. الموسم الاولاني اداني لقيت مستواه بينزل عقده، مع السلامة شكرا باي باي يا باشا، اجيب واحد غيره حتى لو مش بثمنه. عارف يا كابتن ممدوح عيد، النادي الاهلي بياخد بطولات مش بالحرف، احنا حدانا الحريفي. امال ليه انا مقهور وليه انا متعصب وليه بشتم؟ عشان احنا اللي معانا لعيبة الكورة، هم معاهم اللياقه البدنيه، الرجوله وبس في الملعب، بيكاتلوا بس في الملعب، انما لعيبه مش لعيبه. بالدليل ان انا 1 2 3 4 5 7 لحد جوني الاهلي وسجلت هدف، ما اتقطعتش منه الكوره عشان انا فريقي حريف. لما هم بيلعبوا باللياقه البدنيه خلاص، لما انا اشوف لاعب ما بدنيش وهو حريف، مع السلامه يبقى شمشي، واجيب لاعب تعليقات بدنيه على الاقل هيجري ويعمل اي حاجه في الملعب. بنتمنى برضو انه النادي يكون فوق الجميع، فوق اللي شغالين فيه يا كابتن ممدوح عيد. بيراميدز فوق الجميع، فوق رمضان صبحي، فوق كل النجوم اللي فيه دي. يعني انا لو انت هتيجي في يوم زي ده وتقول لي كل النجوم دي مشت مع السلامه، مع السلامه مش هتلاقينا. انا هفتح خشمي وهتجيب لعيبه من قطاع الناشئين تلعبهم، هصبر وهسامح اتحمل معاك، ولو نزلنا درجه ثانيه هتحمل معاك انا. هنتحمل كلنا، هنتحمل مش انا بس، يعني بتكلم عن نفسي. يعني في ناس برضه بتشجع وناس بتحب النادي ومتحرق دم اكتر مني، وفي ناس شجعت النادي قبلي انا. يعني في ناس شجعت النادي قبلي انا حتى ما اعرف من اول ما اتنشأ النادي شجعت وكانت قبلي، ليها كل احترام وليها اراء لازم تتقبل ارائها. وبس على كده. بشكركم وبشكر الكابتن ممدوح عيد انه هو راح يتصور معهم في المران بتاع النادي النهردي عشان يثبت لنا انه هو سمعنا وصوتنا واصل. اتمنى التوفيق لنادي بيراميدز، اتمنى يكسب نادي الزمالك، لان انا عدوي اثنين في الدوري، اعداء نادي بيراميدز، والمفروض المنظومه كلها تتبني عليهم، اهلي وزمالك. فيش حاجه اسمها انا والزمالك مع بعض، لا، انا عدو الزمالك والاهلي، وتصريحاتي ضد الاهلي وضد الزمالك. هي كده. ليه؟ عشان انا لما ابقى مع الزمالك في حته واحده تهاجم من الاهلاويه وان انا راجل عميل شغال مع الزمالكاويه عشان اهدم الاهلي لا، انا في النص كده يا باشا. انا ضد مين؟ ضد الاهلي والزمالك، اللي جاي على السكه انا ضده. هي كده مباراه قمه، لازم اتعصب ولازم الحساب بتاعي يقلس عليهم.
ايوه لازم حساب نادي بيراميدز دي على كل منصه التواصل الاجتماعي لازم ترمي كلام على الاهلي، ولازم ترمي كلام على الزمالك، لازم تشعل الدنيا، ما تقعدش هادي. ايه يا عم انت مش مكسور؟ انت نادي منافس. نادي الزمالك ده انا اخذ له من الصوره وهزقه قدام جماهيره. ليه هزقه؟ عشان الاجيال اللي طالعه جديد دي تشوف النادي دي من الحاجات دي، لانها تعرف عنك كيا الا ببطوله بمنشورات زي دي تشوف تشعل الدنيا زي الاول زي ما كان طالع نادي بيراميدز. انما سكوت زي كده وانا الانديه ترمي علي واطلع ارد بمكسوف؟ لا يا عمي، ما اردش مكسوف ولا اتكسفش من حد. الله ارد علي على التخين فيها اراد، على التخين فيها اراد. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.